العاصمة، عاصمة محافظة البحيرة أو جمهورية مصر العربية. العربية اللي أنا راكبها دي مذكورة في الجمهورية ما شاء الله يعني. كل حاجة مكتوبة ومدروسة إن شاء الله. لو فاكر إني طيب، كل سنة وأنت طيب. أنا عارف إن أنتوا حاطين إيديكوا على كل حاجة، مصر وبره مصر وكل حتة. أنا عارف، أنا عارفك اللي قاعد دماغك أنت، دماغك بتودي وبتجيب معايا. بس مصر عندنا سلطان، أحلى سلطان في مصر، أحلى زعيم. في القرآن بيقول لك إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. لها معنى كبير خالص. وبصراحة ربنا أول مرة يعني إيه الواحد يعني ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين دي، ده موضوع كبير خالص. اللي يفهم بقى ليه قال لك ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين؟ عشان أهلها ناس طيبين. مصر عامة عموما يعني أطيب شعب في العالم بحاله. بصراحة ربنا مش عشان أنا من مصر يعني، بس هو الشعب المصري أحلى شعب يعني في العالم. أنا ما سافرتش بره مصر عامة يعني، بس إن شاء الله نلف في العالم كله إن شاء الله. من مصر بقى أم الدنيا. أحلى شعب الشعب المصري بصراحة ربنا يعني، وأطيب شعب هو الشعب المصري. من عبد السلام الشاذلي بقى، الشاذلي عبد السلام الشاذلي. لو مش عارف عبد السلام الشاذلي اقول لك مين عبد السلام الشاذلي. تيجي عندي كده وتقرا التاريخ، ترجع ورا شويه كده تعرف عبد السلام الشاذلي مين. عبد السلام الشاذلي. المهم نرجع لموضوعنا. ربنا يقوي طبعا اخواتنا الفلسطينيين وإن ينصركم فلا غالب لكم. ربنا معاكم أهل فلسطين. شعب محترم، والله يقويه على اللي هو عمله بصراحة ربنا. يعني كل شعوب العالم طالعة زعلانة على اللي بيحصل في فلسطين. بالك بقى بالعرب بيتفرجوا ولا ايه؟ الله ينور عليهم والله. ناس طيبين قوي يعني، ناس طيبين قوي بصراحة يعني. ده كفاية ان جدودكم محطوطة هناك، دي لوحديها كبيرة جدا. الجدود بتوعكم قاعدين هناك، دي لوحديها تحاربوا عليها دول عشان جدودكم موجودين هناك. نسيتوا التاريخ ولا التاريخ اتمسح ولا لسه ولا موجود لسه ولا ايه؟ انا عايز نفهم بس، عشان انا بصراحة تعبان جدا بسبب اللي بيحصل في فلسطين. عيالنا برضو واهالينا برضو يعني، عيالنا واهالينا والضحايا اللي بتروح دول يعني هنقول ايه بس ولا ايه. بأمانة الواحد تعبان نفسيا وعصبيا وجسديا من اللي بيحصل حول العالم. ما يرضيش ربنا طبعا، ولا يرضي العالم بحاله. ان 3/4 العالم كله طبعا مظاهرات بسبب فلسطين، مظاهرات بسبب فلسطين واللي بيحصل في فلسطين والارواح اللي بتروح في فلسطين. العالم اللي على يعني غير ملتنا زعلانين على اللي بيحصل، اللي مش على ملة الاسلام اصلا زعلانين على اللي بيحصل. بالك بقى اللي على ملة الاسلام ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ انا عايز نفهم. بدل ما الكراسي متخربطه كده، شوفوا لي كرسي نقعد عليه، عشان مش نافعه الشغلانه بتاعتكم دي. مش نافعه الشغلانه دي. الدول العظمى بتاعتنا كله لازم يجتمع طبعا، نشوف ايه حل للموضوع بتاع فلسطين ده. الموضوع مش سهل كده، مش سهل كده خالص ان احنا يعني شايلين ايدينا كده خالص يعني. عارفين يعني ايه في جدودكم موجوده هناك، ولا مش عارفين ان لكم جدود هناك وارضكم هناك؟
وشعبكم هناك وكل حاجه هناك وفي كل مكان وفي كل حته. احنا مش دوله، ده احنا دول. فعيبه في حق الدول، عيبه في حق الدول في اللي بيحصل ده. مع الكوبري العالي اهو. تحيا مصر، كلنا معاك يا ريس، احلى ريس. لما نشوفوا بقى الاجتماع اللي كان موجود، اخر اجتماع مع الريس بتاعنا والزعماء اللي يوم حضروا، او الزعماء اللي ما جاتش حضرت اصلا يعني، عشان يحلوا المشكله الفلسطينيه بتاعتنا دي. لازم وقفه من اللي هي وقفه دي، عشان مش نافعه الشغلانه دي. عند مديريه الصحه اهو، ولسه مكملين. انا عارف كل حاجه والله، والله عارف كل حاجه. عند مديريه الصحه هنا اهو، انا عارف كل حاجه. ونهايتي ممكن تكون موتة يعني، بس شوفوا لي موتة تليق بمجامي. مش عايز اي موتة يعني، موتة تليق بمجامي. وروا التاريخ كده وارجعوا ورا شويه، شوفوا اجدادكم كانوا فين، ونقرا لهم الفاتحه ونترحم عليهم، ونشوف ربنا. يعني المفروض ان انت تعمل ايه اصلا؟ انت المفروض تعمل ايه؟ او ربنا عايزك تعمل ايه؟ او قرآن ربنا بيقول تعمل ايه؟ ولسه مكملين من عند السينما النصر.